80% من الكنائس بتدي أقل من 20% من العشور. ليه إحنا في العهد الجديد قلنا لا يا جماعة هو 10%، ويا ريت حتى بندي 10%؟ عندنا سؤال تاني يا شادي، واحد من الأسئلة اللي عليها خلافات كتير بصراحة، موضوع العشور. أولاً إيه أصل موضوع العشور؟ القانون ده أو الفكرة دي الله أصلاً حطها ليه؟ وهل هي فكرة بس يعني مخصصة أو كانت أكتر للشعب في العهد القديم ودلوقتي إحنا ما عندناش الفكرة دي ولا إيه؟ أوكي. بحب أتكلم في الموضوع ده. حد امبارح قال لي حاول تشارك بقصة شخصية، فأنا مش عارف أنا هعمل كده ولا لأ، لأن لسه بفكر وأنتي بتسألي السؤال بقول هشارك بالقصة دي ولا لأ، فممكن أشارك بيها ولا لأ، أشوف حسب الوقت، محتاج أفكر فيها. بس خليني أجاوب على السؤال بتاعك من وجهة نظر الكتاب. أول مرة جت واستاذنكم تفتحوا معايا برضو الكتاب المقدس، أديكم شوية آيات في تكوين 14. هقول لكم عدد كام دلوقتي بس حاول أفتكر. أول مرة الله قال إبراهيم أول مرة يذكر عنه إنه يدي العشر لله، فده أول الأشخاص. في ناس سمعتها بتقول أول مرة كان تكوين 22 لما إبراهيم قدم إسحاق ابنه. لا، دي مش أول مرة في الكتاب المقدس، دفنت واحدة من المرات. ما بتتكلمش أول العشر بمعنى الفلوس والعبادة، لكن العشر لأنه جزء من العبادة، وهنشوف ده في اللاويين. أول مرة جت في تكوين 14 عدد تكوين 14 عدد 18 ل 20. كيف خلينا نقرا الاثنين دول. في هتقرا لنا من تكوين 14 من عدد 18 ل 20، وساندرا بعد إذنك تقرا لنا بعديها لاويين 27 عدد 30. وملكي صادق ملك شليم أخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي، وباركه وقال: مبارك إبرام من الله العلي مالك السماوات والأرض، ومبارك الله العلي الذي أسلم أعدائك في يدك فأعطاها عشرا من كل شيء. فدي أول مرة إبراهيم يدي العشر لربنا، ودي أول مرة جت فيها قصة العشور في تكوين 14. يعقوب على فكرة عمل نفس الكلام في تكوين 28. أشكرك نبيل. تكوين 28 يعقوب عمل نفس الكلام. بنقرأ في لاويين، خلينا نقرأ الآية ديت عشان نعرف القانون ده جاء منين. وكل عشر الأرض من حبوب الأرض وأثمار الشجر فهو للرب قدس للرب. فالقانون ده جاي حتى من سفر لاويين، بنسميه في القانون اللاوي. جاي فكرة العشور، العشر. في القانون بتاع موسى كان في 3 أنواع من العشور، عشان بتسأليني ايه الهيستوري بتاعه. أيوه، التاريخ بتاعه 3 عشور. وعندنا مشكلة في القصة دي، في كويس انت فتحتي الموضوع ده، انا عايز اتكلم فيه. ال3 عشور الأولاني بنسميه العشور العادية التقليدية، ودي كانت بتروح لخدمة الهيكل أو خدمة الكهنة مرة في السنة. النوع الثاني من العشور عشور ليه علاقة بالاحتفال، ودي كانت مخصصة للاحتفال بتاع الفصح مرة في السنة. النوع الثالث من العشور عشر بيتقدم كل تلت في السنة، وعشر بيسمى عشر الخيري، الشاريتي الخيري، وكان بيروح ميلي للأرملة، الناس الستات الأرامل. دول لو انت جمعتهم لوحدهم أكتر من 10%. دول 23.3%، 23.3%. فدول اوريدي اصلا في اللاويين هم اكتر من 10%. عشان الناس اللي بتقول ما العهد القديم 10%، لا حبيبي، انت لو ذاكرت كويس هتلاقي انه في التقليد اليهودي في ناموس موسى هم 23.3% على الاقل، لان ده مش شامل التقديمات دي العشور. فاحنا بنقول طيب، يعني انا فاكر حتى حاجه حافظها في ملاخي 3 اعتقد اصحاح 3، بيقول كده: هاتوا جميع العشور إلى الخزنة وجربوني بهذا قال رب الجنود، إن كنت لأفتح لكم قوى السماوات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع. عارفين الآية دي؟ اوكي. فالواضح إنه التقليد اليهودي من ناموس موسى حتى الملاخي هم عارفين موضوع العشور ده، ما فيهوش نقاش فيه. جينا احنا في العهد الجديد، انتوا عارفين إنه في ستادي في أمريكا طلعت من كام سنة، مش فاكر سنة كام للأمانة، 80% من الكنائس بتدي أقل من 20% من العشور. ليه احنا في العهد الجديد قلنا لا يا جماعة هو 10%، ويا ريت حتى بندي 10%؟
جبنا منين فكره لا ده كان في ناموس موسى، ده في العهد القديم، ده هاتوا جميع العشور في الخزنه، ده في ملاخي. انت قريت كورنثوس الثانيه اصحاح 8 و9؟ كورنثوس خلينا نقراهم. اوكي، كورنثوس الثانيه اصحاح 8 و9 نقرا ايات شويه منهم. كورنثوس الثانيه اصحاح 8 وعدد 7. خليني نقرا عشان الوقت. كورنثوس الثانيه اصحاح 8 وعدد 7. بولس بيقول: لكن كما تزدادون في كل شيء، في الايمان والكلام والعلم وكل اجتهاد ومحبتكم لنا، ليتكم تزدادون في هذه النعمه ايضا. في العربي يمكن مش واضحه قوي، في الترجمات حتى في الانجليش او اليوناني، تزدادون في انه نعمه؟ the grace of giving، نعمه. شوفوا في الNIV او في الNLT، نعمه العطاء. ازدادوا يا جماعه في القصه دي. الاصحاح اللي بعده كورنثوس الثانيه اصحاح 9 وعدد 7: كل واحد كما ينوي بقلبه. وده اللي انا قلت لك، عشان كده انا عايز اتكلم في الحته دي. كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن او اضطرار، لان المعطي المسرور، احنا حافظين الايه دي مع بعض، المعطي المسرور ماله؟ يحبه الله. فاحنا بنعمل ايه؟ قسيس او كاهن او حد عنده خدمه ايا كان، يشارك الحد من الشعب، يقول له احنا عندنا احتياج طبيعي. فالشخص يقول له ايه؟ هصلي وارجع لك. كويس قوي، صلي وارجع له. فانت تحس انه لا، في اضطرار، في كده، انا حاسس بضغطه في الموضوع، وانت ضغطني وانا مضغوط اوريدي في الفلوس، والدنيا غليت مولعه نار في مصر، مش عارفين يعني اصلا نلحق على المصاريف، وانت جاي كمان الكنيسه بتحط عليا عبء، وحاسس بضغط واضطرار كده. انا حاسس ان انا حزين، مش مبسوط. فبنعمل ايه؟ فنروح للشخص: انا اسف، بولس قال ليس عن حزن وعن اضطرار، فانا بعتذر، انا مش هقدر، بس ممكن نتكلم مره تانية. خلينا نكون امنا. معظم الناس بتروح بالايه دي وتاخدها كعذر انه احنا مش محتاجين ندي فلوس. الايه دي بتقول عكس اللي بيقوله ده. بولس ما بيقولش خالص عشان انت حاسس بحزن واضطرار، ده بيقول انه في اضطرار يا جماعه. ادوا. الجزء الثاني من الايه: المعطي المسرور يحب ربنا. ادي اكتر. ربنا بيحب الناس اللي بتدي، ويزداد في موضوع انك تدي حتى اكتر من المفروض اللي يدي الطبيعي اللي هو المينيمم 23.3%.